ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا النهارده هنتكلم فيها سريعا كده على ازاي تحافظ على فلوسك في وقت في مشكله في التضخم وارتفاع الاسعار زي ما احنا شايفين كده في الوضع الحالي. مبدئيا في شويه حاجات او مجموعه نصايح كده في الاول ازاي تحافظ على الفلوس. لسه هنشوف ازاي نقدر نستثمر فيها او ازاي نقدر نكبر قيمتها علشان ما تنهارش مع زيادات الاسعار. مبدئيا انت لو في حاجه عندك من الاساسيات حابب تشتريها حاول بقدر الامكان تشتريها بتقسيط. ليه بنقول دايما تشتريها بتقسيط؟ تشتريها بتقسيط لان قيمه الفلوس بتقل مع الوقت، وبالتالي لما يكون القسط ثابت بتاع الحاجه ومع الوقت يبقى انت بتدفع قيمه اقل للفلوس اللي انت بتدفعها في المستقبل. يعني بنفترض مثلا انت قسطت حاجه ب 10000، الحاجه دي انت قسطتها النهارده 10000 على 10 شهور، كل قسط ب 1000 جنيه. ال 1000 جنيه النهارده هل هي ال 1000 بعد 10 شهور؟ اكيد لا طبعا. اكيد في الوقت ده قيمه السلع والخدمات اللي تقدر تشتريها ال 1000 جنيه دي هتكون قلت بكتير، وبالتالي دايما احنا بننصح بالتقسيط في فترات الازمات اللي زي دي، بس تكون لاساسيات. يعني مثلا ثلاجه، غساله، حاجه اساسيه انت مش هتقدر تستغنى عنها حاليا. النقطة التانية اللي ممكن نبص عليها والإنفاق يكون للضروريات فقط وما يكونش لأي حاجة مش محتاجينها أو حاجة رفاهية. يعني موضوع الأوردر بتاع الأكل اللي بيجي بعد الساعة 2 بالليل ده بلاش منه، ممكن ناكل أي حاجة من البيت في الفترة دي. الحاجة التالتة والمهمة جدا إن إحنا النفقات الترفيهية اللي كانت بتتم في الأيام العادية بحاول بقدر الامكان نقللها في الفترات دي علشان الفلوس دي تتعان للاساسيات اللي اسعار السلع بتاعتها بتزيد بشكل كبير جدا او مضطرب خلال الايام اللي فاتت. فاحنا محتاجين ان احنا نعين للكلام ده عشان نقدر يعني نواجه زيادات اللي ممكن تتم في الاساسيات اللي ممكن تتم بعد كده. طيب سريعا كده خلينا نروح بقى نعمل ايه في اوقات الازمات. اوقات الازمات دايما بتبقى فرص، وفي ناس بتشوفها فرص الحقيقه. بس الكلام ده الناس مثلا بتقدر تستثمر في البورصه بتشوفها فرص انها تدخل تشتري اسهم الشركات بقيمه منخفضه، وبعدين بتستفيد طبعا لما السعر بيرجع يرفع مره تانية. اي سلع عموما او خدمات او اي حاجه سعرها انخفض وقت الازمات ممكن تلاقي الحاجات دي نادره شويه، بس لو قدرت توصل لحاجه زي كده وقدرت تشتريها وسعرها منخفض وبعدين تستفيد منها لما سعرها يرتفع مره تانية، ده بيكون حاجه كويسه جدا. طيب نعمل ايه بقى انت لو معاك النهارده مثلا 1000 جنيه وحابب تحافظ عليهم من ان هما ما يروحوش كده او يعني يتاكلوا في التضخم؟ طبعا انتوا عارفين ان اهم واحد فيهم او اهم قرار بيتاخد وهو تحويل الفلوس لذهب او شراء ذهب. انتوا عارفين طبعا ان السبائك والجنيه الذهب هو اقل حاجه ممكن تجيبها، اقل حاجه ممكن تشتريها. يعني ممكن في من اول جرام، 1 جرام، 2 جرام وهكذا وانت طالع من شركات كتيره. الذهب بالذات بيحفظ القيمه مع الوقت، وانتوا شايفين الاضطراب بتاعه اللي بيتم خلال الفترات اللي فاتت. واضح كده من الاوضاع الحاليه ان هو مكمل معانا شويه في الزياده، فمش هيهبط دلوقتي. اي نعم في تضارب اسعار كبير، بس هو بشكل عام طالما انت هتحتفظ بيه من 6 شهور لسنه او اكتر من سنه فهو مكمل معاك في الزياده. فالذهب لو انت معاك مثلا محفظه، احنا هنقسمها كده، هنقول 25% منها تتحط في ذهب، حولهم ذهب بالكامل، حطهم في شكل سبائك او جنيه ذهب، لان الاثنين دول بالذات العمولات بتاعتهم قليله جدا، وفي بعض الشركات بتعمل استرداد للعموله بتاعتهم او استرداد للجزء من قيمه العموله لما بتيجي تبيعهم مره تانية. حاول بقدر الامكان. طيب لو انت خلاص هتجيب ذهب مثلا هديه لحد او لشخص او حاجه، حاول بقدر الامكان تختار حاجه مفيش فيها شغل كتير عشان ما تخسرش في العمولات اللي بيتم الدفع عليها اثناء لانك بتخسر العموله لما بتيجي تبيع الحاجه مره تانية. طيب الحاجه التانية المهمه جدا ان انت ممكن تحط جزء من الشهادات دي في شهادات تكون اقل من سنه، مدتها اكثرها سنه. زي ما احنا شفنا كده كان في خطأ اتعمل ان في بعض الناس للاسف راحت اشترت شهادات وبعدين اسعار يعني تم الاعلان عن التضخم، فالتضخم طلع ان هو يعني كان اعلى من اسعار الشهادات. يعني تخيل كده مثلا ان مستوى الاسعار كان بيزيد بنسبه 40% وانت حاطط شهاداتك في البنك بنسبه 25%. في الحقيقه انت بتخسر الفرق ده، بتخسر 15% من فلوسك لان الاسعار زادت باكتر من كده. اي نعم انت افضل من اللي ساب فلوسه في البيت ما استثمرهاش، بس في نفس الوقت لما تيجي تشوف يعني الصورة بشكل عام تكتشف ان انت كنت خسران 15%. الحاجة اللي كانت ب1000 بقت ب1400، وانت فلوسك اللي كانت ب1000 جابت لك 1250. فال150 دول انت
خسرتهم بسبب ان انت استثمرت في الشهادات. الشهادات هي ميزتها الوحيده ان هي ممكن تبقى السيوله بتاعتها سريعه شويه، بعد 6 شهور تقدر تكسر بعد 6 شهور. بس حاول بقدر الامكان لو هتستثمر او هتحط جزء في شهادات ما يعديش ال 25% برضو من المحفظه بتاعتك. يعني لو معاك 1000 جنيه ال 250 منها هتحطهم في شهادات. الشهادات دي تكون اقصى مده ليها سنه، وتاخد اعلى عائد موجود في اي بنك من البنوك. الحاجه الثانيه بقى ال 50%، وهي دي اللي هتفرق من اللي هيقدر يطلع من الازمه كسبان او لا، او هتعلي معاك شويه هامش الربح اللي ممكن يطلع معاك. انت لو شخص بتتاجر او تقدر تتاجر في حاجه، حاول تشتري وتبدا تتاجر فيها، او بتصنع حاجه حاول تشتغل فيها بشكل اكبر. الحاجه دي طول ما هي هامش الربح بتاعها اكتر من التضخم او اكتر من ال 40%، او يعني هنقول مثلا دلوقتي ان هو 40%، ماشي، يعني الحاجه بتاعتك دي لو بتتباع ب 80 او هامش الربح فيها 80%، فانت كده الى حد ما افضل بكتير جدا من الماركت او اعلى من السوق، او بيسموها above the market او الماركت بريميوم. انت عندك ميزه ان انت بتبيع منتجك باعلى من الزيادات اللي بتتم في السوق، وبالتالي انت بتحافظ على قيمه اموالك. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، دي شويه النصائح السريعه. اتكلمنا في البدايه بالظبط ان انت مش ان احنا نفقاتنا هنخليها الاساسيه هنحولها لتقسيط. لو في نفقات ضروريه هنجيبها، لو ما فيش حاجه ضروريه هنبعد عنها بقدر الامكان خلال الفترات دي. قلنا كمان ان الاستثمار في البورصه في الاوقات اللي زي دي مع انهيار اسعار الاسهم ده بيكون ميزه كبيره، لانك بتاخد الربح لما السهم بيطلع مره تانية. واتفقنا ان انت لو معاك 1000 جنيه تقدر تقسمهم 25% ذهب، 25% شهادات بنكيه، وال50% لو انت بتقدر تتاجر حطهم في تجاره بهامش ربح يكون اعلى من ال 40%، اقل شيء يعني يكون هامش الربح اكبر من 40%، اللي هو التضخم اللي موجود حاليا المعلن. طبعا انت لو قدرت تعلى عن كده فده كويس جدا، يبقى انت الى حد ما افضل من بقيه الناس. شكرا ليكم، وتابعونا دايما للحلقات اللي جايه.